لكي لا يرتبط الموضوع بخروج الهلال والشباب بعض الأمور، وفي بحثنا عن كثير من الأمور ربما تكون البطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر القادم هي آخر بطولة بهذا المسمى، وربما ينظر لها بطريقة أخرى، وربما تتوقف في هذا الموسم لتكون 2010 آخر كأس عالم للأندية، وذلك بسبب الاحتجاجات من الفرق الأوروبية بأنها لا تناسب في الرزنامة وتعطل بعض الفرق. هذه ستناقش في العديد من الأمور أو في حينها. نحن ننتظر هذه البطولة بالتأكيد ها هنا في أبو ظبي لكي تنجح كما تعودنا دائما. خرج الشباب والهلال من هذه البطولة، الكل توقع أن يكون طرف النهائي بالمستويات التي قدمها، ولكن من تسبب في ذلك؟ هذا ما يجعلنا نطرح تساؤل الحلقة الذي سيكون معنا في هذا اليوم. السؤال الذي يطرح: خروج الهلال، الشباب والهلال، إعلامي أم إداري أم فني؟ هذا هو السؤال بالنسبة للجماهير والتصويت على هذه الآراء وهذه القرارات. بالنسبة لرسائل SMS: خروج الشباب والهلال إعلامي أم إداري أم فني؟ ولكن النقاش مع فرسان هذه الحلقة سيكون حول هذا المحور وحول هذه الرؤية. ذهب الشباب هناك وخسر وعاد، وحضر أذوب آهان أصفهان إلى هنا وخسر الهلال، وخرج الفريقان بعد أن كان الأفضل في مباريات الذهاب. الموعد 13 من نوفمبر 2010. المكان مدينة طوكيو، والمناسبة نهائي دوري أبطال آسيا 2010. الكل كان هناك ينتظرهما في طوكيو، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. الشباب والهلال ناديين من رحم واحد، والهدف كان واحدا، وهو الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا ومنها إلى العالمية. رغم أن الأول كان قد ذهب إلى كوريا ويحمل آمالا عريضة وفوز بفارق هدف، إلا أنه أخطأ الهدف، والثاني تم إيصاله إلى المباراة النهائية بمباركة إعلامية وبتهيئة كل الظروف من أجل الوصول إلى العالمية. فجأة وبدون مقدمات مات الحلم، بل قبل أن يموت ويلفظ أنفاسه الأخيرة تحول إلى كابوس مخيف. خسارة في الشرق وأخرى في الغرب. الشباب يخرج على يد سونغنام ببرود شديد وبأخطاء وصفت بأنها فنية. وفي درة الملاعب الهلال يخذل جميع المحبين قبل المتعاطفين، ويذوب حلمه الجميل على يد ذوب آهان الذي كرر فوزه وأهان الزعيم في حضرة 70,000 في الدرة والملايين من خلف الشاشة. لذا كان الخروج مرا، وانتهى مسلسل سنوات ضياع مشاركة الأندية السعودية في الآسيوية. ولم تنتهي الحكاية، حيث ما زالت تبعات ذلك الخروج مستمرة في الناديين. فالأمير خالد بن سعد الرئيس الذهبي لنادي الشباب أطلق تصريحات نارية جعلته يستعير جزءا من شطر بيت من شعر شهير للشاعر أبو العتاهية ليقول: ألا ليت الشباب يعود بطلا. فيما الاستقالات والرحيل هي أبرز ردة فعل لخروج الزعيم، فالرئيس استقال بعد أن حمل نفسه المسؤولية. واختلف وصف تلك الاستقالة بين من وصفها هروب، وآخرون وصفوها بامتصاص لغضب الجماهير بعد الخروج المرير. فيما البلجيكي إيريك جيريتس مدرب الفريق يذرف الدموع ويعلن الرحيل ليؤكد مصداقية أبو ظبي الرياضية. ولكن ما نؤكده أن هذه المباراة هي آخر مباراة للسيد إيريك جيريتس. هذه مصادرنا تؤكد هذه المعلومة وتؤكد هذا الخبر، وأني أؤكد أخبارا أخرى بأن الرئاسة بالنسبة للهلال بإدارة نادي الهلال مستمرة مع استمرار الهلال في البطولة. ومعنى ذلك إذا خرج الهلال في هذا المساء لن تستمر الإدارة، وإن خرج من دور الثمانية ستكون آخر مباراة، وإن خرج في شهر 11 راح تكون آخر مهمة، أو توج في شهر 11 راح تكون آخر مهمة. هذا ما تؤكده مصادرنا، وبيننا وبينكم الأيام، بيننا وبينكم الأيام. بعد أن تم نقل المباراة النهائية الآسيوية إعلاميا إلى الرياض، وبعد خروج الليث والزعيم سيصفق إعلامنا لمن؟ ذوب آهان أم سونغنام؟ أم سنقول
يا ليت اللي جرى ما كان. إذن هذه الأمور. الابتسامة معك محمد لا تعكس الواقع في التقرير بالتأكيد. ربما أنا بضحك على كلمة. كانت الابتسامة بعد العودة من التقرير لكنها لا تعكس الواقع بالتأكيد. وخليني أبدأ معك أبو محمد، ربما لكي لا نشعب الأمور أو يعني نأتي لكل الأمور من أطرافها في النهاية.